نتعرف بحضرتك. أنا سامر معروف، فلسطيني مقيم في لبنان. نحن جايين سياحة على مصر، وفي الدرجة الأولى جايين نزور النادي الأهلي. فبنحب لعيبة الأهلي ونحب النادي الأهلي. هل التقيت النهارده بحد من اللعيبه او كده؟ التقيت بالسيد عبد الحفيظ والتقيت بإينو، بس اللعيبة الباقية كانت بفترة الراحة. هلا إن شاء الله بعد الظهر يمكن نلتقي بالباقي إذا الله راد. تمام. طب خليني اسالك بقى، هل انت متابع الاهلي وشايف مجموعته الافريقيه، انطباعك إيه عنهم، وشايف المجموعه دي سهله ولا صعبه؟ طبعا المجموعة صعبة، وإن شاء الله واللعيبة جامدين وحيخشوا يعدوا المرحلة دي إن شاء الله. ان شاء الله. لو اتكلمنا عن افضل لاعب بالنسبه لك في النادي الاهلي زي مين؟ أبو تريكة. أبو تريكة. أبو تريكة وجده، ونحب جده كمان. لو اتكلمنا بقى عن انطباعك عن مصر دلوقتي وشايف اللي بيحصل وكده. والله الإعلام بيضخم قوي إن إحنا بمصر وعادي، بس في مناطق معينة يعني، بس بالتحرير هيك شوي بالليل بس. مبسوطين. تعرف بيك. سالي شعبان من لبنان، جايين على مصر سياحة، وأكيد نحن بنحب نادي الأهلي وبنحب نشجعه، فأكيد حبينا نجي لهون نزوركم ونشوف إذا بنتلاقى ببعض اللعيبة نتصور معهم ونشجعهم أكتر. طيب انا عايزك برضو تقولي لي انطباعك عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ومين اللعيب المفضل بالنسبه لك؟ بالنسبة لإلي يعني في كذا لعيبة بحبهم، أكيد بالدرجة الأولى أبو تريكة، وفي عماد متعب، وكنت قبل في عصام الحضري، بس هلا راح. واكيد نادي الاهلي بالنسبه لي هو افضل نادي بمصر، ونحن بنشجعه مش بس بلبنان وبكل العالم وبكل الدول العربيه، يعني نادي الاهلي معروف وغني عن التعبير. تمام. انت متابع مباريات النادي الاهلي اكيد. اكيد. لو اتكلمت عن المجموعه برضو وشايف المشوار وفي الفتره الجايه ازاي؟ يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله يعني بيصير كل خير، وان شاء الله اكيد هو اللي حيكسب ان شاء الله. نحن جينا سياحة على مصر، وبالدرجة الأولى مثل ما قال زميلي نحن حابين ندخل النادي الأهلي، ونحن يعني عملنا المستحيل لنفوت، لأنه نحن زيارتنا بالدرجة الأولى هي أنه نشوف الاستاد ونشوف اللعيبة ونتصور معهم، والحمد لله ظهروا وتصوروا معنا مع أنهم كانوا نايمين. نحن بنشكرهم كلياتهم للي ظهروا تصوروا، واللي كمان وعدونا أنه حدا حيجي. وعن جد نحن كتير مبسوطين انه فتنا لهون، ومثل ما قال زميل نحن كتير اجتنا نصايح وتليفونات انه ما تنزلوا مصر، لا اصرينا نزلنا مصر، وكتير كتير انبسطنا بمصر. وانا بنصح كل واحد وكل لبناني وكل عربي انه يجي على مصر، ولو بهالوقت هيدا ما في شيء، بالعكس وبالشوارع، ويجي كمان نادي الاهلي، لانه عن جد عن جد كل الزياره بكفي، وزياره نادي الاهلي بكفي. نحن هيدا مثل لبناني بنقوله. ونحن يعني اللعيبه مثل ما ذكرهم سامر، ابو تريكه، والنادي الاهلي بالنسبه لنا نحن يعني كلبنانيه، نحن النادي الاهلي تاريخ. يعني نحن وعينا ونحن كبرنا على انه الاجيال اللي كانت اكبر منا واهالينا كانوا يحبوا النادي الاهلي. نحن تربينا يمكن على هيدا الطريق، او انه شفنا اللي قبلنا كانوا يحبوا النادي الاهلي، ونحن مشينا على الطريق ولقينا النادي الاهلي فعلا نادي بينحب. التقيت بمين النهارده؟ التقينا باحمد سيد و وبوليد وليد سليمان، والكابتن هادي خشبة كمان صورنا معاه. وبدي من خلال شاشتكم كمان اوجه تحيه لصديقي احمد الاعرج بلبنان، لانه الأهلي بشكل خاص. نادي الاهلي موت، بيحب نادي الاهلي موت. انا بحييه من خلال شاشتكم، وبقول له انا بالاستاد اللي، وبنصحك مرتي الجايه تكون معايا بمصر، وان شاء الله حنفوت، وان شاء الله حتتفرج وحتتصور مع اللعيبه يا احمد. انطباعكم برضو من خلال جولتكم هنا في النادي يعني. والله كتير الأعضاء كويسين، والشباب واللعيبة يعني عن جد تحس حالك كأنك في عيلة، وكلهم متعاونين، وانبسطنا كتير. كنا حابين نقضي نهار كامل لو معنا وقت يعني. انا بدي اقول شغله، بس انه بدي اشكركم كثير انكم استقبلتونا هون، مع انه نحن مش من اعضاء النادي، والنادي كثير حلو، وعن جد استقبلتونا احسن استقبال، فنحن كثير بنشكركم. ميرسي كثير.